لا تراجع ولا استسلام بين قوسين القبضة الدامية. جايين نقول عنه ايه النهارده بعد 15 سنة؟ مفيش يا عم، هنتكلم شوية حلقة خفيفة كده نعوض بيها الغياب عن القناة ونبدأ الكلام من الأول خالص بقى. العمل بدأ بداية ملحمية جدا مع شخصية أدهم، لكن بعد أقل من 7 دقايق انتوا عارفين اللي حصل. بس ما تقلقش، مش هقولك للأسف، احنا كنا هنحب نشوف أدهم أكتر من كده ونعرف أكتر عنه ونتعمق شوية في العالم بتاعه. بس لو جيت تبص على نص الكوباية المليانة هتلاقينا كسبانين برضه. احنا ما خدناش أدهم، لكن خدنا حزلقوم، وحزلقوم في أفضل مرة ظهر فيها كمان. سيبك من اللي جه بعد كده، رغم ان الكوميديا في الفيلم بتبدا فعليا بعد اول 7 دقايق. الفيلم برضه في اللحظات اللي هي المفروض جد كان بيهزر، فهتلاقي ادهم معلق صوره توني مونتانا في البيت عنده على اساس انه قدوته في عالم الاجرام وهو متاثر بيه وكده. وتوني مونتانا ده زي ما انت عارف الشخصيه اللي لعبها الباتشينو في فيلم سكار فيس، واللي يبقى تاجر مخدرات برضه. فاحسنت اختيار القدوه يا ادهم. وهتلاقي كده بكمله الهزار في حاجه اتقلب بين ادهم وعزام مش احمد مكيه خالص، على الاقل وقتها يعني. سيبك برضه والتاني مره من اللي جه بعد كده. وبعدين هسافر الغردقه واوصل متاخر مع ان عندي ميتنج مهمه قوي في الاوتيل هناك بكره. هتقعد قد ايه؟ لا يمكن اطول المره دي شويه. ليه؟ واخد ترامادول؟ النقله بين الاكشن والكوميديا بقى يا معلم في الفيلم كانت فائقه السرعه. الراجل بيموت والكادر حزين وبتاع، لكن احنا ولا الهوا هنهزر من اول ثانيه ومن غير ما نسمي حتى. اول ما المشهد بينقلنا من ادهم لسراج مهمه بنلاقي ان اسم المكان اللي شغال فيه المقر السري للاداره السريه لمكافحه الجرائم السريه. اتقل انت لسه شفت حاجه؟ ده احنا يا دوبك بنسخن. الفيلم ده من اكتر الحاجات اللي هتلاحظها فيه انه متاثر جامد بالسينما، معمول من ناس شبعانه افلام. الاحداث اساسا بتبدا بسبب السينما. البطل الافلام واكله دماغه زي يومه ما قالت عليه. الله يخرب بيت الافلام اللي بوظت مخك دي. وعايز يسافر اليونان عشان يبقى زي مدرب احمد زكي في فيلم النمر الاسود، وفاكر ان اكتر حد شرير في العالم هو غسان مطر. عزام ابو الفضل ده من اخطر الناس في مصر. خطر يعني طبعا. يعني اكتر من غسان مطر. غسان مطر؟ غسان مطر مين يا ابني؟ وده بقى افيه بعد كده ان الاستاذ غسان الشرير الوحش ده جاي ينصحه عشان يعمل الصح. نو das ist mein Quotation. بيقول لك ماليش فيه. مشاهد المترجمه بتاعت بدريه طلبه تحسها عايزه تقول حاجه، خلينا نقول بتتريق على ترجمه الافلام الاجنبي مثلا. ما هي بتبقى بنفس الطريقه والكلام مش بيبقى مترجم بالحرف، يعني الترجمه اغلب الوقت بتشرح الفكره وخلاص بتنهي. الراجل بيكون هاري اللي قدامه الفاظ وبيقول هعمل واسوي فيك، وتقوم الترجمه اللعنه عليك تبا لك اذهب الى الجحيم. مش انا اللي اتقال اذهب للجحيم يا بكر. فكرك خلصنا حوار التاثر بالسينما؟ لسه حزلقوم كان بيتدرب على موسيقى روك الجزء الرابع. نفس الموسيقى اللي كانت في ماتش الامريكان فوتبول في تاني جزء من الكبير، لكن في الماتش كانت مدموجة يعني مع موسيقى المسلسل. واللي كان بيدرب حزلقوم على السواقه كان عمرو ماكجايفر اللي بيعمل معارك العربيات في السينما، واللي مرضيش يعلمه بيعمل اللفه دي بالعربيه ازاي، بس عملها لوحده يعني. بعد كده ما بتقفش على حد. تأثير كمان بالافلام. اول عدو حزلقوم بيقابله نينجا عدلي ينتقم. ده مصمم معارك برضه بس مش بشهرة عمرو ماكجايفر. انتظر ارجوك، لا تقتل رجلا ضعيفا رضيعا امام المزه بتاعته. الحته دي فكرتني بدوبلاج ميكي في الحاسه السابعه. فوماتشي، لن انسى لك هذا. لقد خطفت امي وعلقتها وسرقتها وضربتها على راسها من الخلف وكسرت لها رقبتها واغتصبتها مرتين واشعلت فيها النيران وهي الان حزينه. فاهم اللي هو الفيلم متاثر بافلام احمد مكي شخصيا، وده بيبان كمان في المشهد ده. نو 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 نو. علاقة الحب اللي في الفيلم بقى برضو متأثرة بالأفلام الرومانسية. اتنين ما بيتقوش بعض واتخانقوا أول ما اتقابلوا هيحبوا بعض في الآخر. كليشيه جدا، بس زي ما قلت لك هي أغلبية القصص في الأفلام الرومانسية بتبقى كده، فدي نقطة لو مقصودة هتبقى جامدة بصراحة. آخر حاجة لاحظت فيها إن الفيلم متأثر بأفلام تانية كانت المشهد ده. والله وقعت يا عزام. حاجه زي المكان كله محاصر، يعني محدش بيقول كده. اللي بيشتغلوا على الفيلم دمجوا كل التاثر بالافلام ده بقى في شخصيه واحده، شخصيه حسام اللي عملها محمد شاهين، اللي يمكن تعتبره اهم شخصيه في العمل. شخصيه مبنيه بالكامل على انها متاثره بالافلام وشايفه كتير، وعندها حته كسر جدار رابع صغنونه كده. ومفهوم كسر الجدار الرابع من غير ما نطول في شرحه طبعا هو ان الشخصيه تبقى فاهمه بشكل او باخر انها جوه كتاب او فيلم او لعبه. في شخصيات بتكلم المشاهد بشكل مباشر وبتحكي معاه، وفي النوع التاني اللي بيفكر المشاهد دايما ان في الاول والاخر ورغم كل حاجه احنا في فيلم يا معلم. وده بقى حسام، شخصيه ماشيه تبرر بس. هتلاقيه في معظم المشاهد اللي بيظهر فيها بيعلق على الإسراج بيعمله ويقول هي دي مش حصلت في فيلم كذا، هو ده ما
اتعملش في فيلم كذا ومش مطلوب منه غير كده. لو حسام ما كانش موجود المشاهد هو اللي كان هيسأل الأسئلة دي ويفكر ان الفيلم بيتكلم بجد، وتلقائي هيقول هو انتوا لسه يا جدعان جددوا في الافكار، احنا في 2010 اللي انتوا بتعملوه ده مستهلك جدا ومهروس. وحركة ذكية انهم عاملين حسابهم على كده بصراحة، ومغرقين اعلانات الفيلم بمشاهد الشخصية وهو بيقول بشكل غير مباشر اننا جوه فيلم، ويفكر سراج بده كل ما الخطة تقرب تفشل، وان دي عدت مع كل الافلام التانية هتيجي على الفيلم بتاعنا كده كده هتتحل. هو احنا يا فندم يعني لازم كل مره نوصل متاخرين؟ زماننا دلوقتي فاتنا شويه اكشن حلوين والله. كسر جدار رابع اهو، كان فايتهم الاكشن فعلا. لعلمك بقى انا كنت بختبرك. ماشي. تفتكر هيتجوزوا؟ يا باشا الحدوته دي عمرها ما تخيب ابدا. خابت للاسف، هي ما كانش المفروض تخيب، لكن الحلب والاستهلاك بقى يا حسام نعمل ايه يا حبيبي؟ على فكره لا تراجع ولا استسلام ده اسم فيلم قديم لفان دام، حتى اسم الفيلم متاثر بافلام تانية، وكلمه متاثر اللي بنقولها من اول الحلقه دي ملهاش علاقه خالص بالاقتباس او السرقه، مجرد تاثر مش اكتر. بس انا مش جاي اكلمك في كده، في فيلم مصري تاني بقى كان هيبقى اسمه لا تراجع ولا استسلام، وكان هيتعمل قبل الفيلم بتاعنا بسنين كتير جدا، واتعمل فعلا بس اتسمى باسم تاني بقى، مش لا تراجع ولا استسلام، لا خلوه الارهاب والكباب، وده برضو مقتبس من اسم فيلم فان دام، فالامور منفذه على بعضها. كنا مش عارفين نسمي الفيلم، كان اسمه لا تراجع ولا استسلام، اللي كاتب وحيد لا تراجع ولا استسلام. دي التفاصيل اللي انا لاحظتها اللي كان متاثر فيها لا تراجع ولا استسلام بباقي الافلام، او يمكن هو مش تاثر، وعلى راي الاغنيه دي الدنيا سيما في طبيعتها كلها افلام. الفيلم حرفيا مجمع افلام كتير جوه فيلم واحد، بس الفيلم زي ما هو متاثر بافلام هو كمان بيسف على افلام المخابرات والعمليات الامنيه، ودي مخاطره كبيره على فكره. حتى اسال الثلاثي اللي راحوا امن الدوله في بدايتهم لما عملوا فيلم بيسف على فيلم الطريق الى ايلات، حكايه اتهرست حكي يعني، انت اكيد مش مهتم تسمعها، بس باختصار يعني محاوله التقليل من الافلام الوطنيه عملت للثلاثي مشاكل، لكن لا تراجع ولا استسلام عدى بسلام، يمكن عشان لا تراجع ما كانش مشخصنها مع فيلم واحد وكان شايط في كله، بس كان واخد في الرجلين فيلم كتكوت، اللي هو ليه ولا كتكوت ما طلعش فيلم كوميدي ولا ايه؟ ما هي نفس سكه السف على فكره، واحد صعيدي بيعمل عمليه مع جهاز امني وبيتزرع مكان راجل مافيا اجنبي. حاسس ان انا في نكته. بس المهم احنا مش في كتكوت دلوقتي، احنا في لا تراجع. العمل فضل لاخر لحظه، ورغم انه يبان قلب جد شويه في الاخر بيهزر لحد اخر ثانيه. الفيلم خلص هنهزر في الاغنيه اللي في الاخر، ميكي عملها قبل كده في طير انت، مش جديده يعني. Listen, if you with me, I will kick your ass. لكن الجديد بقى كان الهزار في البوستر بتاع الفيلم، هتلاقي مكتوب في البوستر ده اين يركض حزلقوم، والرد بقى كان في الفيلم بالسرير اللي مكتوب عليه هنا يركض حزلقوم، حاجه تفكرك بالكلام اللي بيبقى مكتوب على الاماكن في السيت كوم بتاع فوقش، لما كان بيبقى مكتوب على القهوه مثلا فوقش بيقعد هنا. الفيلم والسيت كوم فكره احمد مكي عموما، فيمكن دي لمسه من لمساته. عملنا حلقه عن فوقش بالمناسبه، وعن دبور، وعن بص عملنا حلقات كتير، فما تنساش بقى تشوف دول اللي هم القديم وتستنى الجديد وكده يعني. ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك لو مهتم، لو كنت عامل اعمل يعني، لان ده اكونت جديد غير التاني. سلام بقى، نتقابل في حلقات تانية.